خطة لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال 20 دقيقة بس يوميا. إزاي ده؟ تعالوا أقول لكم. لما أي حد من طلابي بيسألوني إيه هي أسرع طريقة أو أحسن طريقة إن أنا أتعلم بيها اللغة الإنجليزية، بقول له طبعا هو التدريب والبراكتس كل يوم. ولو أنت اتدربت 20 دقيقة بس يوميا واتبعت الخطة اللي هقول لكم عليها النهاردة وفيديو النهاردة كل يوم والتزمت بيها، فأنت أكيد هتوصل لهدفك بسرعة. وكمان بما اننا دلوقتي في بداية شهر رمضان المبارك وانا بصور الفيديو ده، يعني تقدر ان انت تستغل الفرصة دي وتبدأ ان انت تطبق الخطة اللي هقول لكم عليها النهاردة. ال20 دقيقة دول نخليهم كل يوم بعد الفطار مثلا مثبتينهم، واخر الشهر خالص ارجعوا اكتبوا لي في التعليقات بعد لما طبقتوا الخطة دي في خلال شهر رمضان المبارك وتطوير اللغة الإنجليزية فرقت معاكم ازاي. واخر خطوة خالص في الخطة اللي هقول لكم عليها النهاردة تقدروا ان انتوا كمان تستخدموها لو انتوا حابين ان انتوا تطوروا اي مهارة او تتعلموا اي حاجة جديدة مش بس ليها علاقة باللغة. فتابعوا معايا الفيديو النهاردة الاخر وتعالوا نبدأ الخطوات. لما تيجي تصور او تقرر ان انت تصور، دول الجيران. اول 5 دقايق خالص في ال20 دقيقة هيكونوا للاستماع او الليسننج. طبعا اي حد لما بنيجي نتعلم اللغه الانجليزيه، وفي بدايه انا حتى لما بدات ان انا اشتغل في فودافون يو كي، اللي ما يعرفش فودافون يو كي فهي شركه اتصالات كبيره في مصر، انت بتشتغل فيها خدمه عملاء. العملاء اللي انت بتكلمهم بيكونوا كلهم من يو كي. طبعا يو كي مليانه اكسنتس مختلفه ومليانه يعني لهجات كتيره مختلفه ونطق مختلف للانجليزي حتى عن اللي احنا اتعلمناه. ففي البدايه خالص وفي بدايه الشغل كنت دايما بحس ان الانجليزي اللي انا بسمعه مش كل الكلمات قادره ان انا افهمها ومش قادره افهم الكونفرزيشن 100%، ودي حاجه طبيعيه جدا جدا. فعلشان كده بقول لك ان انت تبدا التدريب بتاعك بالاستماع لمده 5 دقائق. اسمع بقى فيديوهات على اليوتيوب، اسمع بودكاست، اسمع اللي هي الاوديو بوكس اللي هي الكتب اللي بتكون مسموعه تقدر ان انت تسمعها على طول. حط الهيدفونز كده في ودنك وابدا ان انت اسمع على طول باللغه الانجليزيه اول 5 دقائق في ال20 دقيقه بتاعتنا. وحاجه تانية برضو مهمه جدا جدا لاحظتها طلاب في بيعملوها وهي مش صحيحه، ان هم بيبطئوا الكلام نفسه. لا، لما تتعود ان انت اسمع بالسرعه العاديه خالص، ما تحاولش ان انت تبطئ الكلام علشان لما تتحط في موقف حقيقي او تحس ان انت عايز تفهم الانجليزي تلاقي نفسك كده ان انت فاهم وان الموضوع مش غريب عليك خالص خالص. فاسمعوا بالسرعه العاديه. فاصل سريع، افكركم لو مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج تشتركوا دلوقتي حالا في القناه. نكمل. تاني 5 دقايق هيكونوا للسبيكينج او التحدث، الكلام. يعني في ناس كتير ممكن يكون عندهم اول خطوة اصلا هم بيفهموا من السمع وبيفهموا الكلام اللي بيسمعوه، لكن لما يجوا ان هم يتكلموا يلاقوا نفسهم ان هم عطلوا ومش عارفين ان هم يتكلموا خالص. فعلشان كده في ال20 دقيقة بتاعتنا يبقى تاني حاجة وحاجة مهمة جدا لازم نتعلم ونتعود عليها كمان، ان احنا نتكلم باللغة الانجليزية. ببساطة جدا اقول لك طبعا ممكن ان انت read out loud. read out loud معناها ان انت تتكلم او تقرا بصوت مسموع وصوت عالي. لما هتقابل كلمة انت مش عارف ايه هي النطق بتاعها، تبدأ بعد كده ان انت تبحث عنها وتشوف النطق بتاعها بيبقى عامل ازاي. وطبعا في موقع اسمه يوجلش، هكتب لكم او احط لكم اسمه دلوقتي حالا. الموقع ده انتوا بتقدروا ان انتوا تدخلوا عليه وتكتبوا الكلمة اللي انتوا عايزين تعرفوا النطق بتاعها، وبعد كده بتبدأوا تختاروا الاكسنت كمان اللي انتوا حابين تسمعوها بيها. وهو موقع مجاني 100%. بيبدأ بعد كده يطلع لكم فيديوهات بالاكسنتس ونطق الكلمة دي في مواقف مختلفة، فبالتالي تقدروا تعرفوا النطق بتاعها الصحيح وتبدأوا ان انتوا تقولوها. وفكرة ان انت read out loud او تقرا بصوت مسموع هي فكرة ان انت لو جيت بتقرا في سرك هتلاقي نفسك ان انت يعني مش مهتم قوي بالنطق، او حتى الكلمات اللي انت مش عارف تقراها عادي يسكبت وبتكمل وكده بتسيبها يعني وبتكمل. فلا، الفكرة ان انا عايزاك تقرا بصوت مسموع. أنا بشوف إن حل القراءة ده مناسب جدا جدا لأي حد مش حابب إن هو يتكلم مع نفسه أو يفكر في أفكاره مع نفسه باللغة الإنجليزية. مع إن أنا شخصيا بصراحة ما أكدبش عليكم أنا بحب أتكلم مع نفسي كتير جدا، حتى لو فكرت إن أنا مجنونة مش مشكلة خالص. بس الفكرة إن أنا فعلا ده حاجة أنا بتديفلوب ماي سيلف وبتطور فيا بشكل كبير جدا جدا. فاللي مش حابب أو شايف إن دي حاجة غريبة إن أنت تتكلم مع نفسك، فعادي ممكن إن أنت تاخد كتاب، تاخد بوست على الفيسبوك، تاخد مقالة ارتكل على الانترنت او اي حاجه، وابدا ان انت اقراها بصوت مسموع.
تالت خطوة هتكون 7 دقايق للكلمات الجديدة. بعد لما نكون سمعنا وبعد لما نبدأ نتكلم هنلاقي ان انت طلعت بحوالي من 3 ل5 كلمات كده جديدة انت مش عارفهم ومش عارف ايه هم معناهم او النطق بتاعهم الصحيح وهكذا. فبالتالي هم دول الكلمات اللي انت هتركز عليهم النهاردة، وتبدأ ان انت تتدرب عليهم وتعرف نطقهم ومعانيهم وتكتبهم في كشكول تعلم اللغة الإنجليزية. تبدأ ان انت تكتبهم، واهم حاجة ان انت تحط عليهم امثلة من عندك ومن تأليفك. يا جماعة الموضوع ده مهم جدا جدا عشان الكلمات دي تثبت عندك. وفي نفس الوقت انا دايما مش هنصحك ان انت تتعلم اكتر من 5 كلمات جديدة بس في اليوم، علشان ما تضغطش على عقلك وتحس ان انت اصلا مخنوق من الموضوع وعمال تنسى الكلمات دي. هنكتب الكلمات وبعد كده نكتب عليها examples، وابدأ ان انت اقرا الاكزامبلز اللي انت كتبتها كمان بصوت عالي ومسموع علشان تكون بتتدرب في خلال ال7 دقايق بتوع تعلم الكلمات. آخر 3 دقايق متبقيين معانا في ال20 دقيقة أو حاجة أنا بشوف إنها تقدر تطبقها في تعلم أي مهارة أو أي حاجة جديدة أنت حاببها، مش بس تعلم اللغات، وهي إن أنت تكتب دايما قدامك أهدافك وتقعد تشوفهم كل يوم، وتكتب كمان ايه هي الخطوات اللي انت عملتها علشان توصل لأهدافك دي. الموضوع ده بيفرق معاك في النفسية بشكل كبير جدا جدا. فدي it's somehow يعني considered as a self motivation، يعني تعتبر شوية تحفيز لذاتك. يعني أنا عندي أحلام كتيرة جدا، منها إن أنا مثلا أوصل لأكبر عدد من الناس وأقدر أساعدهم بشكل مجاني تماما إن هم يتعلموا ويطوروا الإنجليزي بتاعهم، لأن الإنجليزي دلوقتي بقت لغة international مطلوبة في كل الأماكن، ولازم كل الناس أيا كان مستواك إن أنت تكون عندك اللغة الإنجليزية وبالنسبة لك سهلة. فأحاول إن أنا أوصل لأكبر عدد من الناس وأحاول إن أنا أساعدهم إن شاء الله إن هم يحققوا هدفهم. نفسي كمان إن أنا أعمل سبيتش على تيدكس وأطلع وأتكلم مع الناس وأقول لهم حاجات كتيرة ممكن تكون مفيدة ليهم، سواء الناس اللي بيشوفوني في وقتها أو اللي يشوفوني بعد كده. يعني أسيب أثر طيب وجميل في حياتي ويكون ليا بعد كده ولأولادي بإذن الله. الفكرة بقى كلها ان انا بشارك معاكم بعض من احلامي انا الشخصية، هي ان انا فعلا ببقى كاتباهم على طول قدامي، وحتى لو عديت كام يوم ما كتبتش لا برجع واكتب واقول انا عملت الخطوات الفلانية. انا حاليا مثلا مركزة ان انا محتواي بطوره، بحط حاجات كتيرة جدا عندي على السوشيال ميديا تكون كلها ايجابية وتكون كلها بوزيتيف وتقدر ان هي تشجع اكبر عدد من الناس. فالفكرة انت ممكن تضيف اهدافك، حتى لو عايز يا سيدي تشتري لابتوب جديد، عايز تشتري تليفون جديد، عايزه اتعلم انجليزي، وهو ده بقى النقطه اللي انا بقول لكم عليها، ان انتوا تكتبوها كمان قدامكم وتكتبوا ايه الخطوات اللي عملتوها في يومكم يعني تخليكم ان انتوا تقربوا اكتر للهدف بتاعكم ده. شفتوا خطة بسيطة جدا جدا 20 دقيقة بس في اليوم. والصراحة لو قلت لي ان انت ما عندكش ال20 دقيقة دول هقولك ان انت ممكن تكون لسه مش مستعد اصلا ان انت تتعلم وتطور الانجليزي بتاعك. فببساطة جدا تقدروا ان انتوا تطبقوا الخطوات دي، وتكتبوا لي طبعا في التعليقات لو انتوا هتشاركوا فيها وهتبدأوا ان انتوا تطبقوها، وقولوا لي كمان الايفكت بتاعها او الاثر بتاعها عليكم. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش ان انت تعمل لايك بليز دلوقتي حالا للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج فبليز اشترك دلوقتي حالا في القناه وفعل الجرس كمان. وان شاء الله اشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقه جديده. باي باي.